بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعي صفحة مطبخ الهوانم مع طنط نهلة، عايزة أقول لكم من ضمن التخزين الكائن الجميل ده اللي هو الفراولة بعد ما بغسلها كويس قوي لازم أجيب طبق قدامي كده وأشيل الوردة بتاعتها لا يكون تحتها رمل ولا أي حاجة، وبغسلها مرة تانية واحدة واحدة علشان أفرزها. الفراولة ليها فوائد كتير قوي، وهي بعد ما اتغسلت واتقطعت بقت بالشكل الجميل ده، وهستخدمها دلوقتي او هفرزها دلوقتي واوريكم. دلوقتي ده العسل قلت لكم ليه استخدامات كتير، مش بس في الحلويات، ولكن مثلا كل نص كيلو فراولة متكيسة كده بيبقى معاها قد كوباية الشاي عسل من ده، وكوبايتين مية بتضربيهم في الخلاط بيبقوا أحلى عصير. بيستخدم مع الجوافة ومع فواكه تانية كتير. العسل بيدي طعم لطيف ومزز، وكل سنة وانتم طيبين.